السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايين بقى بحاجة بقى شغل فاخر من الآخر. شركة ايجي دير يا جماعة عاملة شغل فاخر من الآخر. التشيز كيك، وعايز اقول لكم يعتبر ببلاش ببلاش الا ربع والله. عايز اقول لكم بصي بقى، ولا هتنعي هم ان انت تعملي تشيز كيك بقى ان هو يتكلف منك ولا جبنه كريمي ولا هتجيبي باستري ولا هتجيبي كريم شانتيه ولا حاجه. شركه ايجي دي يا جماعه حلت الموضوع وعملت لك المعادله الصعبه اللي هي ايه؟ هتاكلي كريمه تشيز كيك بطعم احسن محلات، وعايز اقول لكم على قد الايد. بجد بجد يعني. تسلم شركه ايجي ديري بجد اللي هي عملته النهارده دوت. عايز اقول لكم بقى، انا عملت الشيز كيك يا جماعه دوت. طبعا هتشوفوا بقى الفيديو ان شاء الله، وهنزل لكم الفيديو بتاعه تمام. وسرقت دي من البيت وجيت عشان ايه اكلها معاكم هنا اهو. بس عايز اقول لكم شغل فاخر. بصوا يا جماعه الكريمه بتاعتهم، بصوا ولا بتحتاج كريمه لباني ولا بتحتاج سكر ولا بتحتاج اي حاجه. تاخد الربع كيلو البودر بتاعها بتعملي بقى صينيه. عايز اقول لك سعره زي سعر الكريم شانتيه. وعايز اقول لك طعم الكريمه فيه كانك عامله جبنه كيري من الغاليه او فيلادلفيا. طعمها جميل جدا ما شاء الله. بصي بقى كمان كريميه. عايز اقول لكم البتاع ده يا جماعه التشيز كده انا عاملها ايه امبارح تقريبا. بصوا عامله ازاي، بصوا الكريمه بتاعتها. دي اللحظه اللي انا مستنيها بقى، بصوا اللحظه اللي انا مستنيها. امم امم فظيعه فظيعه. مع اي حشو بقى من فوق. حشو جماعه الفراوده انا عاملها. عايز اقول لكم تحفه. بتاع دي جامده قوي يا جماعه، جامده قوي قوي، لازم تجربوها بجد والله. امم امم تخطف العقل بجد. فعلا لازم تجربوها. يلا بقى عشان ما اعطلكوش، نخش نشوف الوصفه بتاعتها. سهله جدا. والبسكوت على فكره يا جماعه من عندي، والحشوه من عندي، كله من عندي. واخد بالك؟ يلا ما تاخريش نفسك وتعالي اعملي احلى تشيز كيك بارخص الاسعار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يلا نخش في الفيديو. بسم الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اول حاجه بقى معانا ايه؟ البسكوت اللي هنشتغل بيه. طبعا انا شغال بسكوت ايه اسمه دنش. ده بتاع شركه بسكاتو يا جماعه. ده مكتوب، هتلاقي عليه مكتوب ايه؟ بسكوت 100% سمن طبيعي. يعني ده ما محتاجش مننا كميه سمنه كتيره. ممكن نشتغل بمثلا بمكعبين زبده صغيرين او سمنه مثلا، ونكمل مثلا بميه تكون دافيه. تمام كده؟ عشان ما يبقاش فيه ايه سمنه كتيره ويحجر مننا وهو في التلاجة. خلاص كده. هنبدا نعمل ايه؟ هنجيب الكبه بتاعتنا كده تمام، وهنفرم فيها البسكوت. كده يا جماعه البسكوت بتاعي اهو بقى بعد ما اتطحن كده اهو. تمام، لازم ننعمه كده زي ما احنا شايفين كده اهو. بجيب بقى ايه مكعبين زبده وبسيحها على النار كده، بس ما اسخنهاش، دوب بس تسيح معايا. وابدا انزل على البسكوت بتاعي وابدا اقلبه كده. احنا زي ما اتفقنا انا حاطط مكعبين قليلين لان اصلا البسكوت ده معمول بسمنه طبيعي، فهتلاقي طعم وريحه الزبده فيه حلوه جدا. بفضل اعمل فيه كده لغايه لما ايه يشرب السمنه بتاعتي او الزبده اللي انا عاملها. ولو احتجت بقى ممكن ايه انسمه بتنسيمه ميه دافيه، لان كل ما الزبده يا جماعه بتزيد فيه بيحجر البسكوت بعد كده لما يخش التلاجة. فما تكتريش زبده فيه قوي. بصي لغايه لما يبقى زي ايه رمله البحر كده. بصوا كده يا جماعه وصل لايه بقى. بصوا لما بعمله كده اهو اهو. بس انا ايه هحتاج بقى ايه زي ما قلت لكم تنسيمه ميه. اللي هي يعتبر معلقه ميه يعني، عشان زي ما اتفقنا البسكوته ما تحجرش معايا في التلاجة لما تخش التلاجة. بود يا جماعه بيمسي عليكم بيقول لكم اعملوا لايك.
كده خلاص يا جماعه كده، عشان بقى ايه اتاكد ان هو بقى تمام معايا. بلبس بقى كلافز كده وابدا ان انا ايه اعجنه بقى بايدي كده اهو، عشان ادخل السمنه كويس في البسكوت، وعشان اختبره بايدي، لان هو الاختبار لازم بالايد مش هينفع بالمعلقه. بصوا يا جماعه الاختبار بتاعه ازاي. بمسك شويه كده اهو واعملهم كده، لازم يكون معايا ايه الكوره ديت. لو كونها معايا كده تمام اهي، يبقى كده تمام زي الفل. هو ايه بقى تمام. طبعا معانا الصينيه بتاعت اللي هي تشيز كيك اللي بتفتح يا جماعه كده، دي مهم ان احنا نشتغل فيها. نجيب بقى البسكوت بتاعنا وننزل ايه في الصينيه بتاعتنا كده. نبدا بقى نفرد البسكوت بتاعنا يا جماعه الطبقه بتاعتنا كده بالتساوي. خلاص كده يا جماعه، بندخلها بقى التلاجة اول ما نحضر الكريمه بتاعتنا. بصوا يا جماعه بقى تحضير بقى الكريمه بتاعتنا، كريمه التشيز كيك اهي. دي تشيز كيك اللي هو بقى ايه البطل بتاع الايه الفيديو بتاعنا النهارده، اللي هو بتاع ايه ايجي دير يا جماعه. دوت مش محتاج ولا نحط له جبنه كريمي ولا كريم شانتيه ولا زبادي ولا باستري ولا اي حاجه خالص. احنا كل اللي هنعمله هنحط له لبن وبس، مش هنضيف له اي حاجه. هو ده مخلوط كده وخليط على بعضيه ان هو يتضرب بلبن يطلع كريمه تشيز كيك. عايز اقول لكم تحفه 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 ان شاء الله. انا جربته قبل كده، بس انا حبيت انا اعمله معاكم النهارده عشان تشوفوه وتشوفوا الشكل بتاعه ايه وقوامه عامل ازاي. تمام كده. بصوا يا جماعه انا جايب ربع كيلو على قد الصينيه اللي انا اعملها. تمام كده. دول ايه كوبايتين لبن. المفروض اللي هو الكميه كلها بتضرب بايه، ده ربع كيلو المفروض بتضرب بنص كيلو لبن. بس انا بعمل ايه، هما كاتبين في المقادير الربع كيلو من حوالي 350 جرام ل 500 جرام لبن. تمام. انا هعمل الاول ايه شويه، مثلا هما كوبايتين نص كيلو، هشيل منهم شويه كده ربع كوبايه مثلا، واضرب واشوف المقدار بتاعي عايز تاني ولا لا. خلاص كده احنا اتفقنا ايه، حطينا كده يعتبر ايه كوبايتين الا ربع على الكريمه، وهنشوف بقى تحتاج تاني ولا لا مننا. نضيف بقى الكريمه كده ونبدا ايه نضربها بالمضرب بتاعنا كده اهو. ننزل بقى الحروف بتاعتنا كده زي ما احنا متعودين بنعمل اي كريمه، عشان تتضرب كلها مره واحده مع بعض. نقلب من تحت كده عشان ما يكونش فيه بودر تحت. ما شاء الله بصوا قوامها تقل معايا على طول يا جماعه ازاي، وريحتها كانك فعلا حاطه فيها جبنه كريمي. ريحتها فظيعه يا جماعه والله. وعايز اقول لكم يعني انا دقت منها، مش عايز اقول لكم تحفه. وعلى فكره بضيف لها السكر يا جماعه عشان تبقوا انتوا عارفين يعني. دي بقى حته من عندي يا جماعه، ده قصنص اللبن اللي احنا بنشتغل فيه. تمام. دي حته من عندنا بقى، دي عايز اقول لكم بيطعم اي كريمه انا بضربها. كده احنا ضربنا لغايه لما القوام بصوا بقى عامل ازاي. انا بقى عن نفسي بحب الايه الكريمه ما تبقاش تقيله قوي، لان هي هتخش التلاجه هتتقل اكتر. فانا بالنسبه لي هحط كمان ايه حوالي معلقتين كمان ايه 3 لبن كده. تمام. يبقى كده اخد مني ايه كوبايتين الا مثلا 3 4 معالق. خلاص كده يا جماعه. عايز اقول لكم يا جماعه طعمه تحفه بصراحه، انا دقته طعمه حلو جدا جدا ما شاء الله لا قوه الا بالله. فعلا اللي يجربه هيعجبه جدا. وبعدين بقى طعمه كانك حاطه جبنه كيري من الغاليه اللي هي طعمها حلو فعلا. كده يا جماعه احنا كده تمام قوي كده. انا بالنسبه لي قوامه قبل ما يخش التلاجه كده كويس جدا. ان شاء الله بعد ما يخش التلاجه يكون ايه مسك نفسه اكتر ويبقى قوامه كويس جدا. تمام. كده بقى احنا طلعنا التيشيرت بتاعنا من التلاجه يا جماعه ما شاء الله بصوا مسك نفسه ازاي. ننزل بقى بالكريمه بتاعتنا كده. نمسك الكريمه بتاعتنا يا جماعه نهزها كده، نحط بقى خطتين كده اهو عشان تستوي بتاعنا كده اهو، وما نخبطش فيها كتير عشان البسكوت يا جماعه ما يتكسرش من تحت. بس نسويها كده اهي.
كده يا جماعه احنا خلاص خلصنا كده واتسوت معانا اهي زي ما انتم شايفين ما شاء الله. بنخش على التلاجة، ويا ريت نحطها في الفريزر يا جماعه لمده ساعتين ثلاثه، وبعد كده نطلعها نحط الصوص بتاعها وتقدم بعقاب هنا والشفا. تمام، هندخلها الفريزر ونرجع لكم تاني. كده يا جماعه احنا بقى التشيز كيك بتاعتنا قعدت حوالي 4 ساعات في الفريزر. تمام، هنعمل ايه عشان بقى نطلعها من الصينيه بتاعتها؟ بنجيب ميه سخنه تكون بتغلي، نجيب بقى سكينه زي كده يا جماعه، وبنيجي في الحرف هنا كده بميه سخنه تكون بتغلي، اهم حاجه، ونمشيها كده. بعد كده يا جماعه بقى بنفتح بقى ايه، ان شاء الله. بصوا يا جماعه عامله ازاي بقى ما شاء الله. بصوا عامله ازاي ما شاء الله، تحفه. طبعا اللي حابب يزود الكريمه عن كده يعليها يزودها براحته، انا ما بحبش الكريمه تبقى كتيره قوي. دي في ايدينا بقى ايه طبقه الكريمه دي براحتك، عايز تعليها تخليها زي كده اهوت مفيش مشكله، بس انا بفضلها تبقى بنفس العلو ده بالظبط عشان ما تحسش انت بتاكل كريمه كتيره. هنقطع بقى يا جماعه مثلثات كده اهوت. تمام، وكل مثلث هنعمله بحاجه. انا هعمل بقى بتوت ازرق اللي هو بلو بيري، وعامل حشوه فراوله كده اهوت، هنعمل كده وكده. تمام، هنقسمها بالنص كده بالظبط. طبعا بتحط السكينه يا جماعه في ميه سخنه. كده يا جماعه احنا خلاص قطعناها اهي. تمام، هناخد بقى المثلثات بتاعتنا نحطها في الطباق. بسم الله. عايز اقول لكم يا جماعه البلو بيري بتحفه بجد فيه يعني. نسويه بقى كده، وهنعمل ايه بالفراوله بقى. دي حشوه فراوله يا جماعه انا عملتها. ما شاء الله. بصوا يا جماعه عامله ازاي بقى التشيز كيك بتاعتنا، تحفه تحفه بجد يعني. ندوق قطعه بقى كده منها ونشوف الجمال بقى ده والحلاوه دي يا جماعه ما شاء الله لا قوه الا بالله. بصوا بصوا البسكوت بقى مش بيتكسر كده مننا جامد وبتاع، لا بصوا عامل ازاي، هو ماسك نفسه وفي نفس الوقت ايه مش مجبس كده، هو تحس ان هو حاجه ناشفه زي الجبس. لا ما شاء الله. بصوا يا جماعه الكريمه عامله ازاي ما شاء الله. بجد بجد والله العظيم اللي هيجربها مش هيبطلها. تحفه بجد يا جماعه والله. فعلا اختراع التشيز كيك اللي هو البودره ده يا جماعه ما شاء الله لا قوه الا بالله. بصوا الكريمه، بصوا الكريمه يا جماعه وجمالها، بصوا ما شاء الله. انا مش قادر اقف بصراحه، مش قادر استنى.
تحفه بجد، تحفه بجد. يا ريت تجربوها، وان شاء الله اللي هيجربها يا ريت يكتب لي في التعليقات ان هي عجبته ولا لا. واستمتع معاكم، فرحني جدا. واللي اول مره يشوفنا او يتابعنا يشرفنا باشتراكه في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلوا كل جديد. وما تنسوش يا جماعه الشير واللايك عشان الكل يستفيد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.